إن كثيرا من الآلام والأحزان والخوف من المستقبل والندم على الماضي وتضييع اليوم معظمه كيد من الشيطان. ومع ذلك فإذا سكن الهم قلبك وأتتك الغصص ورأيت الحياة عبر منظر أسود بهيم فراجع صلاتك، فإن الصلة بين العبد وربه هذه النعمة وهذه الجنة التي كانت راحة محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قوة الاتصال بالله تسكن في القلب طمأنينة ونعيم معجل. لذلك دعوة إلى كل مهموم، إلى كل محزون، إلى كل مغموم، إلى من قال يا رب ولكنها لا زالت في صدره تلك الآلام. مع انفجار الفجر ستأتي أنوار الرحمة لك والسعادة لك، فتعاهد هذه الصلاة جعلها الله قرة عين لك.